السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. واحنا في الشهر الفضيل حضراتكم كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن ان الحالة الاقتصادية أثرت على الناس في شهر رمضان، وابتدى حضراتكم الناس تستغنى عن ما يسمى يميش رمضان، واحتياجاتها الأساسية ابتدت تجيب نصها أو يمكن أقل من نصها على عموم الناس، نظرا لأن الحالة صعبة، وما زلنا في الحالة الصعبة اللي بتعيشها الناس، واختفاء مظاهر وفلكلور العادات والتقاليد المصرية المرتبطة بشهر رمضان. قلنا لحضراتكم ان شهر رمضان في البدايه تشتري الناس اللي هو اسمه يميش، وقلنا ان الناس استغنت عن يميش رمضان. دي اول حاجه. طب مظهر تاني حضراتكم من مظاهر الفلكلور او العادات المصريه المرتبطه في شهر رمضان. ايه حضراتكم الحاجه التانيه المرتبطه بشهر رمضان في عادات وسلوكيات المصريين؟ حضراتكم يا اما عازم يا اما معزوم. يعني حضرتك بتقضي شهر رمضان في الفترات اللي فاتت انك انت معزوم عند حد من صحابك، معزوم عند حد من قرايبك، معزوم عند حد من اخواتك، واذا كان والدك او والدتك عايشين بتتعزم عندهم، وكذلك العكس. شهر رمضان ما بتقعدش يومين ثلاثة على بعض في بيتك، يا اما عازم يا اما معزوم. ودي حضراتكم احد المظاهر المرتبطة بشهر رمضان في سلوك المصريين. كل ما يجي شهر رمضان يا اما حضرتك عندك ناس بتعزمها، يا اما حضرتك معزوم عند ناس، لدرجة انك انت حضرتك ممكن تكون معزوم في تاني محافظة، مش في نفس البلد، في محافظة كمان تانية. لكن حضراتكم السنة دي بقى لا عازم ولا معزوم. حضرتك لا في حد رايح لك ولا حد جاي لك، لا انت قادر تعزم حد ولا حد عزمك. دي ظاهرة منتشرة، وحضراتكم لو شايفين غير كده يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اختفاء ظاهرة العزومات في شهر رمضان هذا ملاحظ، وده يرجع برضو على الأيام السوداء اللي بتعيشها الناس، على الأيام الصعبة اللي بتعيشها الناس، عن مدى معاناة الناس، عن مدى الأزمة اللي بتعيشها الناس. حضراتكم شهر رمضان كانت الناس معزومة، بتروح عند بعضها، بتفطر عند حد وحد بيفطر عندك. اختفاء حضراتكم ظاهرة انك انت تتعزم او تعزم حد، هذه ظاهرة من احد الظواهر المرتبطة بسلوكيات المصريين التي تبعث عليهم الفرحة اختفت. يعني شوية بشوية مش هنلاقي حاجة خالص. ده ملاحظ حضراتكم في شهر رمضان، وحضراتكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات اذا كان رأيي صح او نختلف على هذا الرأي. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.